يعني في قصيدة بعنوان القضية. فهو كان مضامينه متنوعة، وكان لكن الصوت الوجداني موحد، ده شيء جميل للديوان، ليس لا يعيب الديوان. هل تحرص دائما زينب أبو النجا على، يعني في رأي نقد دايما يقول ان القصيدة الغنائية استنفذت أغراضها، فيجب على الشاعر انه يضفي عليها الطابع الدرامي، طابع الملحمي، القصصي، يعني يخرج من إطار الغنائية فقط والقوافي والتقفية إلى آفاق أرحب من القصة والدراما. نعم. بتحرصي على إدخال الدراما؟ طبعا ده حصل في كل دواويني الحقيقة، يعني ده يعني أنا كل الناس بتطالبني بأن أكتب المسرح لأن قصيدتي درامية. أنا أتوغل في كتابة المسرح لأن الكتابة درامية. وتعدد المضامين ده بقى وتنوعها ده بيرجع لأن الشاعر مطلع ومثقف وقارئ، ولا بد أن يقرأ في كل المجالات وليس في الشعر فقط، ولا في القصة ولا في الرواية فقط. لابد أن يقرأ فلسفة وعلم نفس حتى تتسع آفاقه ويعبر عن الإنسانية بشكل عام. يعني أنا قريت جيولوجيا لكي أعرف علوم الأرض واكتشف. طب الجيولوجيا ازاي فادت الشاعرة زينب أبو النجا؟ افادتني جدا في التعميق. يعني لما تعرف ان الارض دي لها طبقات كثيره، طبقه الحمراء فورميشن والايزون فورميشن، يعني تعرف طبقات، وان الارض دي تحتها طبقات كثيره جدا، تعرف كيف ان تلمس قلب الاشياء كما قالت السيده المرحومه ملك عبد العزيز. فيعني الارض بتعلمك الحب، تعلمك الخير، تعلمك العدل، بتعلمك تشوف الكائنات الحيه وهي بتمشي عليها. هنتكلم ونتلقى هذا الاتصال، بعدين نتكلم على فكره الشعر بيجيب مشاكل دي، عايزين نتوقف عندها. معانا الاذاعيه القديره الاستاذه رباب البدراوي. الو. الو، مساء الخير يا محمد. مساء النور، اهلا بحضرتك. محمد، انا كنت عايزه اسالك حاجه. اتفضلي. يعني انت كنت بتسال بنت الشاعره الكبيره زينب ابو النجا هل ورثت الابداع الشعري ولا لا؟ انت ورثته؟ لا انا ما ورثتوش. انا طلعت شاعر فاشل. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. اهلا بيك. طبعا انا متابعه الحلقه جدا لاني من المعجبات جدا جدا بشعر زينب ابو النجا. عايزه اقول حاجه مهمه قوي، ان زينب ابو النجا لما تعرفها كإنسانة وتقراها كشاعرة مفيش فرق. يعني انت تعرفها كإنسانة من خلال شعرها، ولو عرفتها كإنسانة تعرفها كشاعرة. يعني في ناس بيفرق عندهم الموضوع ده. صحيح. بيبقى هو شاعر ممكن يبقى جيد جدا ولكن على المستوى الإنساني رديء، فانت بتحاول تاخده كشاعر. صحيح. لكن زينب أبو النجا بحكم معرفتي بيها، واعتقد ان شهادتي مجروحه معلش لانها صديقه غاليه، لكن انا بتكلم كاعلاميه، بستضيفها كمذيعه وهي شاعره. هي انسانه قصيده ماشيه على رجلين زي ما انا دايما بقول. ربنا يشير ليك يا حبيبتي. بكل مفرداتها، بشعرها الرومانسي، بشعرها الوطني، بالحس الصوفي الجميل جدا اللي موجود عندها. زينب يعني انا بقول هي زعلانه انها ما خدتش حقها، لا انا بقول لها انت خدتي حقك جدا 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 عند اللي بيقدروا الشعر واللي بيسمعوا الشعر واللي بيفهموا الشعر. ربنا يخليك يا حبيبتي. نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله النقديه الجميله جدا، كان من الاستاذه القديره رباب البدراوي وشاعرنا الجميل والكبير احمد سويلم، يعني صديق عزيز واخ عزيز وشاعر كبير. وهي استاذه رباب في كثير من المهرجانات. استاذه رباب مثقفه على ثقافتها راقيه جدا وعاليه جدا، وتجري الحوارات ببلاغه وطلاقه غير عاديه، وقارئه ممتازه ومتذوقه للشعر بشكل جميل جدا، وانا احبها من كل قلبي. هي زوجة شاعرنا الكبير احمد سويلم، واحنا معانا صوره مع الشاعر احمد سويلم. زينب ابو النجا من اليمين، علي الجعار، احمد سويلم، ابراهيم عيسى. الشاعر الراحله علي الجعار رحمهم الله. رحمهم الله. دي كانت في القاهره لا، كانت في سيرس الليان في اليونسكو. في اليونسكو. نعم. جميل. نعود مرة أخرى للشعر العامي والكتابة العامية. دايما بنجد عندنا بعض الشعراء حينما يكتبون الفصحى
يتذرعون أو يبتعدون عن العامية. يعني هي الفصحى هي القصيدة الشرعية أو هي القصيدة الحقيقية، هي الشعر الحقيقي. حتى وإن كان هناك كتابات عامية، الشعر بيخفي الكتابة العامية ويظهر أمام الناس بأنه هو شعر الفصحى. نعم. هذا لم يحدث معك يعني؟ لم يحدث. لا. الشعر في العامية هو شعر، لكني أميز أيضا اللغة العربية الفصحى. اللغة العربية الفصحى هي لغة القرآن الكريم، واللغة العربية الفصحى لها جلالها ولها استمتاع الكاتب وهو يكتبها. اللغة العربية الفصحى لغة الأمة العربية التي تقرب بين البلاد العربية وبعضها، وتستطيع أن تجعل تصالحا ما بين الأمة العربية وبعضها البعض. ولكني أكتب الشعر العامية وأفاخر به أيضا. جميل. العامية المصرية، ما هي مصر دي أمنا وبلدنا، فنكتب بالعامية المصرية أيضا. لماذا لا نكتب؟ احنا خلاص يعني وقت الحلقة انتهى، لكن لازم من المهم نسمع قصيدة عامية سريعة، وقبل أن نختتم هذه الحلقة تكون هي الختام. نعم. أقول لك بقى مناظرة بين القبح والجمال. يمين يرجعني صغيرة وألبس شرابي الصغير وجزمة بتلمع وفستان مكرنش وأضفر ضفيرة، وكل القرايب جيراننا وكل الحبايب قرايب، وكل الصغار والكبار يقولوا شقية وأميرة، وأشوف النهار من بدايته وأدوب في تنفس صباحه بصوت ديك بيدن على جناح براحه، وعبي الجمال من نهايته بسرب الحمام راح لغايته، فده حضن امي وده حضن جدي وده رق خالي وده ضحك عمي وده صوت ابويا مجلجل وبيقول لي حسبي لا تقعي، فاحجل وعدي لحد السلام لك، وألبد الى جنب شيخ المشايخ مسلم فيقرا على راسي حبه او ينظر لاهلي، دي بكره هتطلع مكاشفه وتقيه، فابدا معاهم ورتل ياسين وتخلص ياسين، فنبدا باقرا ولا اتعب ولا ازهق، فكل ما فتح عيوني اشوف الجمال، فراشه بترقص على عطر فله، وده زهر نرجس ودي تمر حنه وده عود قرنفل، ودي نخله قايمه بشموخها ومليانه طرح النخيل، وشجره جوافه عريقه جذورها عميقه وماده فروعها لحد السطوح، فروع الشجر لو تميل ثمارها بخد الجميل، وده ورد بلدي مفتح وريحته هيام وغيره يدوب قام يفتح، وصوت البلابل يغني يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك، وكل الحبايب حبايب بجد بصدق، نسيم الهوى ريحته حلوة، نجاة الصغيرة صغيرة وصوتها يدندن هديل، في كل المواكب بيارق ولما يزنها الصليب والهلال، وكل الكلام خير وجنة وغلة وقطن، وكل الأهالي شريفة ومحارمة ورضونا، أسامي بتسبح في ديننا، ونحزن على حزن غيرنا ونفرح لغيرنا في فرحه، ونضحك 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 لحد الدموع من عينينا ما تنزل، ومغزل بيغزل حرير، وصوت السواقي خرير، ومية ورا شط نيل تسلم بموجة على كف موجة وتحدف هدير، وإيد الغني دايما بتهمس في إيد الفقير. بنحيي بنشكر إبداعك الجميل، ودائما من إبداع إلى إبداع أجمل، ونلتقي على الهواء مباشرة دايما معانا في 7 نجوم. بشكرك أستاذة زينب على هذا اللقاء. ميرسي لك جدا، ميرسي لك وميرسي لفريق العمل، ميرسي للأستاذة منى صابر، وميرسي للأستاذ جمال الشاعر الكبير ومدير القناة المتميز. جميل. إلى اللقاء. الشكر موصول بدوركم مشاهدينا، كنا معكم على مدار ساعة كاملة مع الشاعرة الأستاذة زينب أبو النجا. انتظرونا دائما وحلقات جديدة و7 نجوم. إلى اللقاء.